ازيكم عاملين ايه؟ يلا نشوف بقى مع بعض كده منظفات بتاعت الشهر بتاعتي اللي ما دفعتش فيها ولا شيلين، عشان انا ناصحه وقروبه وواعيه كده، وانت كمان اعملي زيي. بس قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني، واللي بيتفرجوا عليا ومتابعيني يا جماعه ما تنسوش تحطوا الاشياء بتاعتي، والاشياء اللي هي ايه، اللايك وكومنت حلو منكم كده. بصوا بقى عشان تعرفوا ان انا واعيه ومدقدقه. شايفين المنظفات دي انا ما دفعتش فيها شيلين، هتقضيني الشهر كله ان شاء الله. وفرت عليا من يعني مصاريف رمضان باذن الله. يا دوب بس كده ناقصني الاريال، وان كنت هجيب دوني او حاجه تانية بسيطه معاها، ويبقى خلاص كده عندي المنظفات بتاعت الشهر بتاعتي كلها. برسل جل بقى، وصابون اهوت صابون مواعين، وكلور ابيض، وكمان باور عشان خاطر البوتاجاز، وليفه. فبصوا صراحة يا جماعة الحاجات ديت فرحتني جدا جدا جدا، علشان خاطر زي ما قلتلكوا وفرت عليا كده جزء من المصاريف بتاعة البيت. يا جماعة الحاجات ديت قسما بالله انا ما دافعة فيها جنيه واحد، يعني انا مش هحلف كذب ولا اي حاجة. يلا نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. انا هنا طبعا كنت بحوش الزيت يا جماعة، يعني طبعا الابحاث اللي حصلت والكلام اللي نازل كتير ان تقريبا كل لتر زيت ممكن يتكب في الصرف الصحي بيأثر تقريبا على 1,000,000 متر ميه. يعني دراسات يعني هتعود علينا بالسلب بعد كده، وحوارات احنا ملناش دعوه بيها. عامة كمان اللي بيشتروه فبلاش يا جماعة نبيعه للناس اللي هي بتمشي في الشارع ونقول بمبلغ وقدره ب27 وب30 وب20 والكلام ده كله. لا، انا كده حوشت 5 كيلو زيت واديتهم لشركة مضمونة. الشركة ديت اسمها اويل كاش، عايزة تبدليهم كاش بيبدلوهولك، عايزة هدايا تانية مفيش اي مشكلة. كان تقريبا في طقم توابل، في جهاز المساج بتاع الرجل، وفي يعني كان في كذا حاجة كده، بس انا صراحة حبيت ان انا اخد المنظفات. المهم يا جماعة شركة اويل كاش ديت جولي لحد البيت واخدوا مني كده ال5 كيلو دولت، وراحوا مديني الحاجات اللي انا عايزاها. طبعا يعني انا مرضتش ان انا ابيعه للناس اللي بتشتريه في الشارع زي ما الناس بتعمل، وفي نفس الوقت يعني قبل ما اعرف الحوارات دي كلها انا اقسم بالله ما كنت برميه في الحوض، انا كنت بعبيه في كيس وبربطه وبرميه في الزبالة. يعني ايا كان برضو بيخف الضرر شوية. بس صراحة من ساعة اللي هي الشركات اللي بتاخد الزيت ديت وانا بتعامل، يعني بديهولهم وبياخدوه كده وبستبدله باي حاجه. حبيت ان انا انقل لكم التجربه ديت عشان خاطر لو حد حابب يستفاد منها. مش شرط كمان الشركه اللي انا اتعاملت معاها ديت، لا ده في كذا صفحه كده بتقابلنا على النت وبياخدوه. بس اهم حاجه تكوني متاكده هم بياخدوه منك بيعملوا بيه ايه، وخليه يبعتلك التصاريح والحاجات بتاعتهم كده عشان تبقي ضامنه انك بتدي الحاجه بتاعتك ما بيتعملش بيها ضرر لناس تانية، اللي هو الزيت اللي يتكرر او يرجع للناس بطريقه تانية، ان كان في المطاعم ان كان زيت بيتباع بارخص الاسعار. عامه لازم تكوني ضامنه الحاجه بتاعتك رايحه فين وهتخرج ازاي. زي ما قلت لكم كده انا كنت محوشه ال5 كيلو دولت، وجات لي الهدايا اللي انتوا شايفينها ديت: كلور ابيض، وصابون مواعين، وبرسيل جل، وباور للبوتاجاز، والليفه دي.